ديالهم، لانهم يستحقوا الكثير، لانهم عطاو للمغرب يعني امور لا تضاهى. هي مناسبه هذه التظاهره الرياضيه باش تبرز يعني التعدد ديال الطبيعه ديال مدينه الدار البيضاء. الدار البيضاء نعم، كل واحد كيسمع مدينه الدار البيضاء ينصرف ذهنه مباشره الى الطابع الاقتصادي والمالي والاعمال، بينما الدار البيضاء بالاضافه الى هذا الجانب الاقتصادي والمالي والاعمال عندها وجه ثقافي، عندها وجه فني، عندها وجه رياضي. ولذلك اذا درنا واحد العمليه ديال الاحصاء غنلقاو بانه مختلف الابطال الرياضيين مثلا غنلقاو النسبه ديال التخرج ديالهم من مدينه الدار البيضاء هي الاوفى. في ذلك مثل هذه التظاهرات ما يمكن الا تزيد تاكد الحضور الرياضي من مدينه الدار البيضاء. وهذه التظاهره كتوفر ايضا فرصه ناشئه ديال مدينه الدار البيضاء باش يوقع بينها وبين الابطال العالميين اللي غيمكن يشاركوا فيها واحد النوع من الاحتكاك، بما يمكن من تخريج ابطال يعني في القريب المستقبل. وحنا كمدينه الدار البيضاء واليوم كنتشرف ونعتز باش تكون عندنا جمعيات من هذا النوع مصره مناضله مستميته باش تخرج مثل هذه الاعمال وتحافظ على الاستمراريه ديالها. وحنا ما يمكننا مثل هذه التظاهرات الا ندعموها والا نكونوا يعني في الصف ديالها. فهنيئا للدار البيضاء بهذه التظاهره، هنيئا للجمعيه المشرفه، هنيئا للمتوجين، هنيئا لنا كاملين. شكرا. الكلمه اللي يمكن لها نقول واحد الشهاده في حق هذا نصف الماراثون. نصف الماراثون ناجح بامتياز في المطاف ديالو وفي المسار ديالو التنظيمي الاحترافي، وهو مرآة التقدم اللي ولات عارفاه مدينة الدار البيضاء. وكذلك الأرقام المحصلة في أرقام قياسية من المستوى العالي، وسنة على سنة كاين واحد التحسن كبير. وكذلك اللجنة المنظمة لجنة من ذوي الخبرة والناس غيورين على ألعاب القوى. اللي يمكن لي نقول بان ماراثون الدار البيضاء ونصف ماراثون الدار البيضاء هو ناجح بكل المقاييس، وتنتمنى له الاستمراريه. وهذه الماراثونات هما اللي ناقصين، نصف ماراثونات وهذه السباقات بهذا المستوى هما اللي ناقصين بلادنا. وتوفيق لكل المشاركين، وكيحصل لي الشرف نكون في هذه الندوه الصحفيه لان تنأجروا الاخوان ديالنا اللي صارين على التنظيم، وتنأجروا كذلك أسرة ألعاب القوى المغربية. شكرا. شي كيمثال في خريقة هذا كاع الأبطال اللي مشاو للخارج هو اللي داو. صحاب شكرا.